لما تسمعوا كلمة حلوة بريستيج راح تقولوا بلي راهي مكلفة فيها بزاف دوزان، ولكن جبتها لكم اقتصادية سهلة مهلة بدون كاوكاو بدون شوكولا وبدون تزيين. راح تزين روحها بنفسها بنفس العجينة، صدقوني تجي محشية بنينة. راح تحمر لك وجهك في العيد في المناسبات وحتى في الأعياد. راح تقدري ديريها أو ترجعيها في المهيبة، صدقوني أروع منها ما كاش. كامل راح يطلبوا منك هذه الوصفة وتحمر لك وجهك قدام ناسك. جوزوا طريقة أقول بسم الله على بركة الله ونشوفوا مع بعض الوصفة. فقط ملعقة مملوءة من المارغرين، عندنا هنا حوالي نصف كأس من الزيت، وهذا هما المقادير. عندنا كأس ناقص أصبع من السكر الناعم. هذه هي. راح نعاود نكرر لكم المقادير. إذا ملعقة مملوءة من المارغرين بما يعادل 75 غرام، كأس ناقص أصبع من السكر الناعم، نصف كأس من الزيت، قرص ملح، 2 ملاعق تاع قهوة من لافاني، حبي بودرة أو سائلة. عندنا هنا حبة بيضة الأولى، نزيدو البيضة الثانية على درجة حرارة الغرفة. راح نخلط السكر الناعم مع المارغرين جيدا، من بعد راح نخلطو كامل المقادير مع بعضها. قلت لكم وصفة سهلة اقتصادية وتقطع كمية ربي يبارك. فقط تبعوا الخطوات وكامل راح يطلبوا منكم هذه الوصفة لأنه تجي بزاف بزاف بنينة. راح نخلطها حتى تتخلط لي. نقول لكم انه السر تاع الحلوه او الصابي سواء كان زيت او كان تاع المارغرين، دائما نخلطوا المكونات مع بعضهم وخاصه البيض. لما تهزي الخليط نتاعك تلقيه مجعد، الحلوه تاعكم في النهايه راح تجيكم مجعده. ولكن لما تخلطيها جيدا جيدا حتى تولي كلي بوماده، راح تتحصلي على صابلي املس وراح يعطينا واحد القوام الهشاشه والخفه وما تجيش الاستيكيه الحلوه تاعنا او العجينه تاعنا. كما راكم تشوفوا وريتها لكم في البدايه راح تولينا ملساء. عندنا نصف كاس من النشاء اللي هي المايزينا، راح نضيف لها هنايا حوالي 5 غرام من الخميره الكيميائيه حتى 7 غرام يعني نص كيس. راح نضيف الفرينه بالتدريج، ضروري انك ديري العجينه شويه طريه لانه كل وحده والفرينه تاعها، كاينه الفرينه اللي تشرب وكاينه الفرينه اللي ما تشربش. وكما قلت لكم بعد ما زادوا بزاف المستلزمات الحلويات نحوسوا على الوصفات السهله والاقتصاديه وتكون راقيه في نفس الوقت اللي نحمروا بها وجهنا. هذه الوصفه صدقوني راح تجيكم بزاف بزاف هايله في الهشاشه في الخفه في البنه في التزيين. ما تزينوش كامل، ما فيهاش تغنجيق هذيك تاع الشيكولا وايضا هذاك الكاوكاو اللي راه ولا بشانو، وحتى ما فيها لا جلجلان لا نواد كوكو ني والو. دوك تشوفوا راهي سهله مهله. راح نزينوها نفسها بنفسها، العجينه السحريه الخفيفه البنينه. راح نطموا العجينه تاعنا شويه طريه، من بعد نجيبوا المول نتاعنا. اذا عندكم تاع الاينوكس تقدروا تستعملوهم، هذا القوام اللي تحصلت عليه. اذا عندكم تاع الاينوكس تقدروا تستعملوهم، اذا ما عندكمش استعملوا نفس المول اللي عندي انا. وانتم التزيين اختياري، اذا ما عندكمش كامل جيبوا بلاطو اخدموا به. اذا كما راكم تشوفوا الاخوات هذا هو المول اللي عندي انايا. راح نجيبها كريات، راح نبدا نشكلها كامل القاعده نتاعي كلي لي طارتولات عادي، ونبدا نخدمهم كامل ونحي الزائد من العجينه من ليمول. راح نعاود نكرر لكم هنا لازم تحفوها، هذا هو التزيين تاعو، لازم تخدميها وتتقنيها هكا باش يعطيكم تزيين راقي ورائع في المنظر. راح نعاود لكم، راح نعمر كامل ليمول تاع السيليكون تاعي او المول تاعي. راح نديرها كريات. هنا الكريه حاولي ديرها من 20 غرام الى 25 غرام، يعني عشوائي تقدري نحي زائد هذاك عادي. راح نخدمهم كامل، قلت لكم ما تديكمش كامل الوقت، واهم حاجه تجي بزاف بزاف بنينه والقوام رائع. راح نكمل كامل الحبات ونرجع لكم. هنايا بالاصابع نتاعي نبدا نحي كامل زائد العجينه. كما قلت لكم تقدروا تستعملوا الميزان، ولكن انا حبيت او عمدت اني نخدم لكم بدون ميزان وبالملعقه وبالكاس باش كامل هكا تجربوها وراح تنجحوا بها فيها عفوا باذن الله. هنا راح نكمل نسويها، وكما قلت لكم لما توصلوا الحواف الفوقانيين ضروري انك تخدميها مليح مليح، وباش هكا من بعد يبان لكم تزيين او تقرصيها بها بطريقه باش يبان لكم تزيين تاعو رائع وراقي ويجي هايل. راح نكمل كميه ونرجع لكم. بعد ما كملت كامل وسويتهم وعدلتهم راح نجيبوا المعجون. هنايا حبيتي تاع الفراز او تاع المشماش، وكما قلت لكم تزيين اختياري حتى تقدروا ديروا حشوات اخرى في الحلوه تاعكم. بما انه انا خيرتها لكم تكون اقتصاديه جبت المعجون المشماش لانه انا من عشاق هذه الحلوه بالمعجون المشماش، وايضا بالفراز تجي رائعه رائعه وبزاف بزاف بنينه. راح نديروا في كل حبه نديروا ملعقه مملوءه. ماذا بكم خيروا المعجون مش يكون شويه حامض هكا باش يعطيكم البنه، لانه تعرفوا انه المعجون تاع المشماش كي يكون هذيك الشارم
تاعو كيكون في الحموضيه، حيعطيكم واحد المذاق بنين. راح بعد ما عمرتهم كامل واش راح نديرو هنايا اخوات؟ راح نجيبوا العجينه تاعي. هنايا ضفت لها فقط اضافه شويه كاوكاو، هنايا تقدروا تستغنوا عليه، انا موالفه ما نديروش ولكن حبيت نضيف لها باش لما ناكلها راح تعطيني طعم خاص. لما تذوق وحده حبه حلوه راح تذوقها وتكتشف انه فيها حاجه بصح ماهيش عارفتها وش هي. لما تخلط هذيك المعجون مع الكاوكاو حيعطينا مذاق رائع. العجينه تاعي واش راح نديرها؟ راح نحطها في المجمد نخليها تجمد لي شويه، وراح نجيب اللي نبشرو به او قلبي بشرة ونبدا نبشرها كامل فوق ليمون نتاعي سوا فوق الحبه. هنايا راح نبشرهم كامل ومن بعد نبدا نعدلهم بالحبه حتى ندير يعني تزيين يعني حباتو. انايا قلت لكم ساهل ماهل. من بعد يعني كي طيبنا الحلوه تاعنا ما يكونش تزيين صعيب، راح يكون تزيين تاعو صاي يكمل. اذا كيما راكم تشوفوا بعد ما بشرتها وعدلتها كامل حنحطها في الرف الوسطاني على 170 درجه حتى نطيب لي. انتم المول تاعكم عمرهم كامل. وانايا كيما راكم تشوفوا كملتهم. بعد ما طاب لي كسب لي اللون الذهبي عندكم تحرقوهم وعندكم انكم تنقصوا النار حتى تيبس لكم. دائما وقفوا على الحلوه تاعكم هكا باش تكسب لكم اللون الذهبي. شوفوا تزيين تاعو جا بزاف راقي، جا بزاف هايل. ننصحكم انكم تشريوا هذا المول لانه بزاف درت به عده وصفات اكثر من 7 وصفات وراهم ساعدني بزاف لي كوموند تاعي وايضا رائع في التزيين. هنايا كيما راكم تشوفوا اخواتي بعد ما ستفتهم كامل. اذا ما عندكش هذا المول تقدري تستخدمي تاع الحديد او اي مول يكون عندكم، ابدعوا لانه لما نعطيكم انا الوصفه نتمنى انكم انتم تزيدوا اضافات وتزينوا بالشيء اللي يكون عندكم هكا باش تبدعوا باش تولي وصفه هذه وصفتكم. اذا كما راكم تشوفوا بعد ما ندردر عليها شويه سكر ناعم حتعطي لها شويه يعني تكاسي لها لا كولور نتاعها، تعطي لها واحد الرونق واحد الرقي للحلوه تاعنا. شوفوا كيف ولات بريستيج وهي سهله مهله تحضر في دقائق وغير مكلفه وتزيين رائع. انا عجبني بزاف دوك نعطي لها واحد اللمسه ما عندي ما نحكي لكم. لما تهزي الحبه هكا تبان هماويه. نتمنى اذا وصلتوا لحد الان عجبكم لا فيديو خلونا فقط جيم وتعليقات ليصلكم كل جديد مرام هكا باش تحفزوني اني نزيد لكم اكثر واكثر، وان شاء الله ينقص لنا السيريال ونزيد لكم اكثر من الوصفات واكثر من يعني الحاجات اللي تقدروا تستفادوا سواء في الطلبيات ولا ديريها في العيد المهيبه جاي نصدارك. هنايا اخواتي تعمري بلاطو ولا طبيسي هكا تحمدي به. شوفوا الرونق، شوفوا التزيين الرائع اللي هو الصبر رشراش رائع في التزيين تاعو. كما قلت لكم اذا خلاص ما عندكمش ليمول ديريوها في بلاطو 25 سنتيم على 25 سنتيم حيعطيكم تزيين هايل ويجي رائع. وتقدري يعني حبيتيها عاليه تجي ديري في بلاطو 25 على 25، حبيتيها شويه هاوده ولا تقدري ديريها في 30 على 25 سنتيم. يعني اللي ما عندهاش المول ولا حبت تجربها ولا تفرح بها وليداتها يعني من الافضل انك ديريها في البلاطو عادي. ولكن لما ديريها كالمناسبه شوفوا تزيين تاعها رائع. صدقوني جات بزاف هايله حتى في المنظر تاعها كامل. لما نحطها انا في المناسبات تاعي كامل يطلبوا مني الوصفه، كامل يطلبوا المول باش خدمته المول هذا العجيب اللي خدمت به عده وصفات ومازال نخدم لكم به وصفات. يعني لما تشريه ماشي خساره. شوفوا اخواتي كيف يجي هذيك الرشه تاع السكر زادت له اضافه لا كاوكاو لا شوكولا لا نوات كوكو لا والو في التزيين تاعو. فقط جبت هذه الحلقومه تاع التوت قسمتها على اثنين يعني حبه وقسمتها على زوج. شوفوا التزيين كيف جا. ضفت له هذيك اللمسه تاع الورق الذهبي باش تعطينا لمسه البريستيج. كيما قلت لكم بريستيج شبح روحه بروحه. جبت لكم حلوه تاع نفسها بنفسها بلا ما تغبنك بلا ما توجعي راسك بلا ما تروحي تقاتلي انت وراجلك جيبي لي الشوكولا جيب لي هذيك جيبي هذيك. اخلعيه بوصفه سهله مهله وصفه الزمان، وصفه جزائريه محض بنينه هايله خفيفه ما عندي ما نحكي لكم. شوفوا هذاك المعجون كيف راهو يسايل. اما بالنسبه للقوام دوك نقطعها لكم وتشوفوا القوام تاعها خفيفه ما عندي ما نحكي لكم. اما البنه نتوما تحكموا لما تجربوها وترجعوا لي في التعليقات. شوفوا كيفاه تجيني الاخوات صدقوني جات بزاف هايله. اذا عجبتكم لا فيديو كما قلت لكم خلونا فقط تعليقاتكم لجام تاعكم هكا باش تطلع باش تبان انه وصفه جزائريه 100%. وانتم تدعموا وصفات الجزائريه بلي لايك تاعكم بتعليقات نتاعكم. نحبكم بزاف في فيديو قادم ان شاء الله. هاني قسمت لكم الحبه قدامكم باش تشوفوا راهي محشيه جات هايله وبنينه وتسايل بالمعجون المشمش اللي نحبوه كامل. باي باي في فيديو قادم ان شاء الله.